أنا حاسس إني مبقتش قادر أكمل، مبقاش عندي شغف ولا طاقة إني أعمل حاجة. بس المشكلة إني عارف قدراتي كويس، وعارف إني لو ركزت شوية هعدي كل الصعب وهدوس على كل اللي واقف قصادي. بس أنا زهقت ومبقاش فيه لا طاقة ولا شغف. حاسس إن الوقت المناسب فاتني ومبقاش فيه أمل. 26 سنة نفسي أبقى حاجة. كل لما أبدأ بعد أول خطوة أوقف تاني. كل يوم أقول بكرة هكمل، ولما يجي بكرة أقول بعده. في الآخر العمر عمال يعدي وأنا لسه في أول خطوة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مصبراني ومخلياني دايما أكمل هي إني مقتنع إن أدام الحلم جه في دماغي من غير ما حد يقولها عليه، ومع مرور الزمن بيفضل موجود في دماغي مش بيروح، فأنا بالتأكيد هقدر أوصل ليه. وإلا ما كانش ربنا حطه في دماغي أصلا. الأول كنت كل يوم بحاول محاولات بدون نتيجة ومع ذلك مكمل، حتى لو كنت بمشي على سطر وأسيب سطر. بس أنا حاليا حاسس إني مبقاش عندي القدرة على البدء من جديد، ولا الاستمرار زي ما كنت بعمل. أو يمكن بيتهيألي كده، بصراحة مش عارف. بس اللي أنا عارفه إن بالشكل اللي أنا فيه حاليا مش هوصل لحاجة، لأن أكيد مفيش حد هيجي يحقق لي أحلامي وأنا قاعد مكاني. فلازم أخد خطوة حتى لو بسيطة علشان أقرب لحلمي. بس الموضوع متعب ومبقتش قادر أكمل. يمكن تكون مشكلتي إني بكسل أو بحب الراحة، وحلمي اللي عايز أوصله محتاج مجهود وتعب كتير أكتر من أي حلم تاني. فأنا مش عارف أعمل إيه. بس لما قعدت أفكر شوية في الناس اللي حواليا فهمت إن الإنسان كده كده لازم يكون في فترة في حياته بيتعب فيها، واللي بيرتاح وهو صغير لازم يتعب وهو كبير. شفت ناس كتير اتخلت عن أحلامهم وكانت بتشتغل يوم وتقعد 10 بمزاجهم، لحد ما كبروا وحاليا بقوا يشتغلوا شغلانة صعبة على سنهم وغصب عنهم، لمجرد إن هم يجيبوا أي فلوس علشان يأكلوا ولادهم. واللي بيستلف واللي بيتداين واللي عدى 50 وما فتحش بيت أصلا، أو فتح بيت وما قدرش يكمل بسبب إنه استسلم للراحة. وفهمت إني لازم أتحمل اللي بكرهه علشان أوصل للي بحبه. وفهمت إن أكبر عدو للإنسان هو نفسه. محدش يقدر يمنع الإنسان من الوصول لأحلامه غير إنه يستسلم لنفسه وللراحة. فأنا لو استسلمت لنفسي وللراحة وما اشتغلتش وتعبت دلوقتي وحاولت وأنا بكامل صحتي وبمزاجي، هيعدي الوقت وهبقى مجبر أشتغل وأتعب في وقت غصب عني، وأكيد صحتي مش هتكون زي دلوقتي، لأن الطبيعي كل يوم بيعدي صحة الإنسان بتقل ومجهوده بيقل. ويمكن يكون مصيري زي مصيرهم لو استسلمت ووقفت المحاولات. وعلشان ما يحصلش كده لازم أتحمل أي حاجة شايفها صعبة وأعملها، لأن لو كل واحد حس إن الحاجة اللي بيعملها صعبة وما عملهاش كان زمان مفيش حد اتحرك من مكانه. فلازم أبدأ من جديد، لازم أكمل حتى لو مفيش شغف ولا في نتيجة. كل اللي عليا هو السعي، والنتيجة هتيجي لوحدها من عند ربنا. لازم أبدأ دلوقتي أحسن من الوقت يعدي وأندم إني محاولتش. على الأقل ندم عدم الوصول أقل بكتير من ندم عدم المحاولة. لازم أحاول، لازم أكمل، لأن الأحلام مش بتتحقق بالتمني. الأحلام بتتحقق بمين هيقدر يتحمل ويصبر ويقاوم حبه للراحة. وأدام أنا لسه بتنفس يبقى لسه في أمل.